السلام عليكم، معاكم فطوم. النهارده بقى معانا أكلة تنفع فطار وبتنفع غدا وسحور، ده ضروري. في وجبة السحور دي أساسية عند كل المصريين، وهو الفول المدمس. أول حاجة أنا جبت نص كيلو من الفول قبلها بيوم ونقعته في مية. لازم 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 يتنقع في مية قبلها بيوم علشان خاطر الحباية بتاعته تبقى سهلة في التسوية، وكمان القشور بتاعته دي ما تتعبكيش في الأكل إلا إذا انتي هتصفيه. وعندي بقى هنا نص كوباية من العدس الأصفر. دي كل مكوناتنا في الفول. جبت الدماسة بتاعتي وحطيت فيها نص كيلو الفول بتاعي، وبحط كده اللي هو بعمله زي طبقات كده، شوية من العدس مع شوية من الفول، وببدأ بقى ان انا اخلص كل كمية الفول بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت العدس في الاخر، 3 مكونات بس للفول عندي، هو الفول والعدس اللي انتوا شفتوه الاصفر، ومعلقة بقى من البابريكا المدخنة زي ما انتوا شايفين كده. دي اللي بتديلي لون وطعم حكاية. اول حاجة انا بحطها على نار عالية، اول ما عندي تغلي وتطلع الريم بتاع زي اي بقوليات عادية، ببدأ ان انا اشيل الريم ده كله. وبعمل ايه بقى؟ بهدي النار عليه تماما، اصغر عين عندك ووطي النار خالص عشان يطلع لك احلى فول مستوي وطعمه خطير. وكل ما المية بتاعته بتنقص بعمل ايه؟ ما بحطش مية ساقعة ابدا، بحط مية سخنة مغلية. يعني ممكن في الاول ان انا لما احط المية احطها ساقعة عادي، بس اول ما الفول يسخن ويغلي زي كده، لا، لما اجي ازود مية ازودها مية سخنة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. ولو في المرحلة دي كمان عندك غطا محكم هيكون حلو جدا، ما عندكيش ممكن فوطة بتاعت المطبخ على الغطا بتاع قدرة الفول بتاعتك او الدماسة، هيطلع لك نتيجة فظيعة. زي ما انتوا شايفين الفول طبعا استوى تماما. الفول بقى ده ليه طريقتين للتقديم. اول طريقة انتي تقدميه كده عادي بالطريقة التقليدية، الطريقة التانية ان انتي بالهاند بلندر او بالخلاط تخلطيه وبرضو تقدميه يبقى فول مهروس كده ومفيهوش القشور دي. انا عن نفسي اول طريقة او اول حاجة هقدمها معاكم هقدمها بالشكل ده. بعد كده ان شاء الله هنعمل مع بعض طرق تانية للفول كتير. ده الشكل العادي التقليدي اللي بيتباع في المحلات. حطيت عليه ايه بقى؟ طحينة، بس الطحينة يا جماعة تبقى مخففة، يعني كأنكم هتاكلوها، بتعملوا طحينة هتتاكل. بصوا حباية الفول تتهرس في ثانية، مش محتاجة اي حاجة. دي اللي بتدي طعم حلو قوي للفول، الطحينة المخففة، مش الطحينة من البرطمان على طول على الفول، بتخلي طعم الفول تقيل قوي. وحطي بقى الزيت الحار اللي انت عاوزاه، زيت حلو، عايزه تحطي زبده براحتك اللي انت عاوزاه، وحطي بقى الكمون والملح وظبطي كده التوابل بتاعته وهتاكلي احلى فول بيتي. وهنا كمان انا عصرت عصره ليمون. يا رب تكون الوصفه سهله وبسيطه وعجبتك، وكل سنه وحضراتكم طيبين. متنسيش تضغطي على زرار الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلك كل جديد بينزل. والف هنا وبس.